اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل رز بلبن الكريمي، زي الملكي كده والمحلات الكبيرة، بطريقة جميلة قوي. هيبقى طعمه تحفة وريحته جميلة قوي وكريمي كده وجوسي. عندي كيلو لبن لسه شايلاه من على النار دلوقتي. كان بيغلي يعني ولسه سخن خالص. باجي عندي بربع كوباية رز وبروح حطها في قلب الحلة اللي فيها اللبن، وبسيبها تتنقع في اللبن كده وبغطي بالغطا لمدة ساعة. وعندي 4 5 معالق كريم شانتيه، باكت يعني جاهز او من عند العطار، الكريم الشانتيه اللي هو الخام. وعندي باكت فانيليا، ومعلقتين نشا، و5 6 معالق سكر كده، 5 أو 6 على حسب ما انتي ايه تدوقي كده، وتشوفي تزودي معلقة كمان او مثلا ايه تخليهم 5 معالق بس. باجي بعد ما تنقع كده في الرز في اللبن لمدة ساعة، باجي برفعه على النار وبفضل اقلب كده لحد ما ايه ما الاقيش عندي اي حاجة مكلكعة خالص. وبحط نص كوباية مية، بزود نص كوباية مية عشان دي هتتبخر وهو بيستوي في قلب اللبن كده. يعني ايه ما يتبخرش اللبن منه كتير كده ولا حاجة، يبقى عندي مية في قلب اللبن تتبخر في السوا. نص كوباية، او لو انتي عاملة اكتر من كيلو مثلا ونص كوباية رز، لو انا هعمل كيلو ونص بحط نص كوباية رز وعليهم كوباية مية كاملة، مش نص كوباية بس. باجي هنا بقى انا عندي كيلو وعليه ربع كوباية رز، بحط نص كوباية مية والباكت بتاع الفانيليا، وبفضل اقلب كويس جدا لحد ما يدخل كده في السوا، ويبقى عندي ايه دخل في السوا خلاص كده، وامسك حباية الرز الاقيها دايبة كده وجميلة. باجي عندي بقى بحط السكر، وبقلب وكده لحد ما يدوب. وباجي عندي في طبق، بجيب الكريم شانتيه الباكت، او عندي الكريم شانتيه الخام ده بيوفر كتير قوي من عند العطار يعني، وبستخدم مثلا الربع منه او التمن منه كذا مرة. بس انا مكانش متوفر حد قريب مني فجبت ده. ممكن تجيبيه بقى الخام ده وتروحي مدوباه كده في بق لبن كده، او ايه شوية مية صغيرين خالص، مع معلقتين النشا، يعني يا دوب حاجة بس تدوبهم كده مع بعض. ولما الرز بقى يبقى دخل في السوا خلاص كده اهو، وبقى جميل كده ودايب وحلو قوي. المية اللي فيه دي اصلا بتتبخر ما بتأثرش، يعني انا بحطها عشان لازم احط نص كوباية مية في قلب السوا كده. بجيب عندي بقى الكريم شانتيه والنشا اللي انا دوبتهم بعد ما الرز استوى وكده، وحطيت السكر وخلاص والفانيليا، بروح قلباهم بقى كده عليه، وافضل اقلب اقلب لحد ما ايه يربط سنة صغيرة، ما يبقاش عندي ايه رابط قوي في قلب الحلة، لان انا بشيله اصلا بعد كده لما بيبرد وبحطه في التلاجة بيربط خالص، فمش عايزاه يبقى ماسك اصلا وانا شايلاه من الحلة، يبقى ايه وسط، لا سايل قوي ولا رابط قوي، يعني كريمي كده وفيه برضو نسبة لبن سايلة، لاني بحطه بعد كده في الاطباق بيبرد خالص وبيتحط في التلاجة يسقع وكده، بيربط بقى معايا كده ويكشكش وشه كده ويبقى جميل. الرز بقى ريحته جميلة وطعمه تحفة، زي كأنه ايس كريم كده. ممكن ازين الوش بقى عندي بمكسرات او جوز هند او كده، طعمه تحفة جدا. وممكن تحمري وشه برضو، جربوه يا حبايبي كده هيطلع مكشكش وتحفة زي المحلات كده. ومتنسونيش من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.